اللقطة اللي قدامك دي كفيلة تخلي الزمالك يخرج من كأس الكونفدرالية، وكل ده بسبب محمد بيه صبحي. الكلام اللي بيتقال ده لو احنا عندنا سوء ظن هنصدقه، بس احنا عشان عندنا حسن ظن ما ينفعش نصدق حاجة من غير يقين. الزمالك النهارده بيخسر من زيسكو يونايتد 1-0 في مباراة يعني أقرف من القرف. تقدر تقول بعد القرف بقرفين، حاجة كده زي الزفت، من ملعب لتصوير للعب لكل حاجة. بس أنا بصراحة أنا عذر الزمالك. واحد هيطلع يقول لي بقى دلوقتي: يا عم كنتوا فرحانين عشان كسبتوا كهرباء الإسماعيلية 5. يا حبيبي كهرباء الإسماعيلية أقوى من الفرقة دي، ده أولا. ثانيا قبليها أنا مصري لعبتوا ماتشين ورا بعض في أسبوع، كسبتوا ماتش وتعادلت ماتش، وقبلها كسبان بتروجيت، وكل الفرقة دي أقوى من زيسكو يونايتد بكتير. هتقولي طب ليه خسرت من زيسكو يونايتد؟ في ظروف كتيرة قوي بقى في الموضوع. اول حاجه الفرقه بعد يوم، كل يومين بتلعب ماتش، وبعد كده سافرت سفر 9 ساعات. اللعيبه قاعده في الطياره تلاتات لازقه في بعض، مش زي لعيبه الاهلي وبيراميدز بتسافر في اي بي. لا، العيال 9 ساعات لازقين في بعض، يعني تكسير جسم من اللي قلبك يحبه. هناك مش هقول لك بتاع الثلاثة العصر، ملعب غيط غيط ما يتلعبش في كوره بربع جنيه. ضربه الجزاء اللي اتحسبت الزمالك ظلم. النهارده الزمالك عنده كم غيابات رهيب لدرجه الدكه كلها شباب ما عدا محمد شحات. 4 5 في الفرقه بادئين اساسيين من الشباب. ففي عذر كتير، بس كده الزمالك في حسبيس. انت عندك الماتش الجاي كايزر تشيفز، وكايزر تشيفز هو ماتش على ارضك، بس كايزر تشيفز بتتميز ان هي بتلعب على بره ارضها احسن من على ارضها. والتعادل لا يكفيك. انت المصري الماتش الجاي عنده زيسكو يونايتد في مصر هنا، وكده كده 99% المصري هيكسب وهيوصل ل 10 نقط. وكايزر تشيفز عنده 10 نقط، الزمالك عنده 8 نقط، لو اتعادل يبقى 9، يبقى المصري وكايزر تشيفز صعدوا. فما فيش حل غير الفوز، وتفوز تصعد اول المجموعه، ما تستناش اي حد. يا رب صلوا على النبي يا اخواتي، صلى الله عليه وسلم، شيروا فولو لايك، سلام.